يا دعوة حق وبيان يا قبسا يهدي الإنسان يا قبسا يهدي الإنسان الله أكبر الله. الصلاة خير من النوم. سؤال واضح ومحدد وصريح ويحتاج إلى إجابة قاطعة. أنت صليت الفجر؟ ما صليتش الفجر ليه؟ ليه؟ صليته في البيت ليه؟ النساء هي اللي بتصلي في البيت. المساجد بنيت للرجال. وقت صلاة الفجر من أذان الفجر إلى طلوع الشمس، مش إلى أذان الظهر. أثقل صلاتين على المنافقين الفجر والعشاء. النجاح مش إن أنا أصلي الفجر، النجاح إن أنا أنزل أصلي الفجر في المسجد. كنت في مكان بعيد وصليت في مسجد الفجر صلاة الصبح، فوجئت إن 3 4 ورا الإمام. لو احنا عاملين جمعية استهلاكية ملحقة بالمسجد، وقلنا ان كل واحد هيصلي مثلا في الجماعة هياخد له كيلو سكر ولا ياخد له ازازة زيت ولا ياخد له بتاع الكلام ده، سيحبو على بطن. هو ده الموضوع بقى، ان الفلوس تجيبك وما تجيش لربنا. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هتصلوا الفجر ولا لا؟ اوعى ما تصليش اللي لازم. يا دعوة حق وبيان يا قبسا يهدي الإنسان